طب هي القاعدة ال 19 رح نشتغل على الرسم. انتبهوا معي كيف رح نشتغل على الرسم. كل نقطة وين صورتها. هلا هي الاثنين الاكسات دائما هذا المحور، هذا محور اكس، وهذا هون صورة الاكس. يعني هلا اذا بدينا مثلا من عند هي الاكس صفر، هون هي الاكس بتكون صفر، الواي هاد. طيب عند الصفر وين الواي؟ هي الواي 3. قال معناها اف الصفر 3. اذا جينا مثلا على الاكس ناقص واحد، هي ناقص واحد، هي صورته، هذا الخط، هذا الخط هي الصورة. إذا الناقص واحد صورته أربعة. جينا عند الإكس ناقص اتنين، دائما على محور إكس بيكون الواي صفر. لما تكون النقطة هون على هذا المحور وايتها صفر، إكساتها ناقص اتنين، ما لا واي صفر، الواي لفوق أو لتحت. هي النقطة هون على المحور نفسها، هاي النقطة إكساتها اتنين، كمان وايتها صفر، لا طلعت ولا نزلت. هاي النقطة إكساتها تلاتة، وايتها شقد؟ ناقص أربعة. هاي النقطة الأخيرة الإكس أربعة، ما لا واي صفر. فهمنا هون ولا لا؟ هلا هون بده اف الثلاثة اللي هي ناقص أربعة، زائد اف الصفر اللي هي ثلاثة، الناتج ناقص واحد. كتبون عندكم هدول. كتبتون. ركزوا معي هون، هاي الناقص اثنين اكسات، وايتها ناقص أربعة، إذا هاي النقطة اف الناقص اثنين ناقص أربعة. هاي النقطة هون دائما بيكون الاكس صفر، الواي ناقص اثنين. هون الاكس واحد، الواي صفر. هون الاكس ثلاثة والواي أربعة. إذا اف الثلاثة اللي هو أربعة، زائد اف الناقص اثنين اللي هو ناقص أربعة، على اف الصفر اللي هو ناقص اتنين. أربعة ناقص أربعة صفر، على ناقص اتنين صفر. حدا عنده إشكالية لهون؟ حدا عم يكتب؟ لا، اف الناقص واحد بالعكس. اف الناقص واحد يعني هيعطيني الواي وبدي أدور على الإكس. يعني هاي النقطة عند الواي تلاتة شقد الإكس، رح أجي لهون. هاي الواي تلاتة، عند الواي تلاتة شقد الإكس أربعة. اف الناقص واحد بالعكس هيعطيني الواي وبدي أدور على الإكس. عند ناقص اتنين، عند الواي ناقص اتنين شقد الإكس. اف ناقص واحد للستة، عند الواي ستة شقد الاكس، عند الواي ستة شقد الاكس أربعة. اف ناقص اتنين، إذا الاكس ناقص اتنين شقد الواي، هذا الاكس ناقص اتنين، الواي اتنين. اف ناقص واحد يعني الواي صفر شقد الاكس، الواي صفر، هون الواي صفر، هون الواي صفر، وين الاكس؟ هي الاكس ناقص تلاتة. حدا عنده مشاكل هون؟ طيب حدا عم يكتب؟ وانا شوف عندي رسمتين اف وجي، بدي جي اف ناقص واحد للتلاتة. يعني أول شيء إذا الواي 3 شقد الإكس تبع الجي، إذا الواي 3 شقد الإكس تبع الجي، هي الواي 3، اثنيناتهم الإكس تبعيتهم 2. وعند الاثنين الإف والجي كمان 3. حدا عنده إشكالية لهون؟ حدا عنده سؤال لهون؟
طيب بنكمل. هي الناقص واحد بيطلعوا بالعكس، يعني بيطلع جي ناقص واحد اف ناقص واحد ستة زائد اف صفر. اف ناقص واحد ستة، عند الواي ستة ايش قد قيمة الاكس تبعت الاف؟ هاي الواي ستة، اثنيناتهم قيمهم أربعة. عند الواي أربعة ايش قد الاكس تبعت مين؟ تبعت الجي. هاي الواي أربعة، هون هاي الواي أربعة، وهذا الجي. بنرجع بنعيد أول شيء اف ناقص واحد عند الستة، عند الواي ستة، هاي الواي ستة ايش قد الاكس طالعناها. هلا جي ناقص واحد عند الأربعة، هاي الأربعة، اي وهذا الجي، هاي النقطة ايش قد اكساتها؟ صفر. اف الصفر، عند الصفر هذا الصفر، وين الاف؟ هذا الاف، هذا الاف. طلب مني اف الصفر، يعني عند الصفر هون، هذا الصفر ايش قد قيمة الاف؟ ايش قد قيمة الاف عند الصفر لما بتكون الاكس صفر؟ ايش قد واياته؟ طلعوا لي عليه الاف، وينه؟ هذا الاف صح، اللي تحت، يعني ناقص أربعة. حدا عنده مشكلة هون؟ في حدا ما فهم هدول الرسمات؟ طيب أستاذ، بس إذا ممكن السؤال السادس تعيده، ما فهمته. نرجع نعيده. هاي بتطلع بالعكس، جي ناقص واحد اف ناقص واحد للستة. نبدأ بهي أول شي بعدين نطلع هاي. أول شي اف ناقص واحد للستة، عند الواي ستة ايش قد الإكس تبعت اف؟ هاي الواي ستة، اثنيناتهم الإكسات لإلهم أربعة. تمام لهون؟ تمام. هلا إذا الواي أربعة ايش قد الإكس تبعت جي؟ هاي الواي أربعة، هاي الواي أربعة، هذا الجي، هاد يعني هاي النقطة نفسها، هاي واياتها أربعة ما لها إكسات، دائما على هذا المحور الإكسات صفر، إذا هاد صفر. فهمنا لهون؟ أي، فهمناها. هلا عند الصفر اف الصفر، اف الصفر يعني عند الصفر ايش قد الوايات تبع اف؟ هاي الصفر. انا عندي هاي النقطة وهاي النقطة عند الصفر، هاي اللي فوق لمين؟ للجي، انا بدي للاف، هذا الاف تحت. هاي النقطة اكساتها صفر، واياتها ناقص أربعة تبعت الاف. ناقص أربعة وصفر بيعطينا الناتج ناقص أربعة. تمام؟ تمام أستاذ، شكرا. عفوا. حدا عنده أي مشكلة هون؟ طيب بنكمل. وصلنا للقاعدة الأخيرة بالدرس، هي آخر قاعدة. أقول لي aşağıdaki R'den R'ye tanımlanan doğrusal fonksiyonlar. إيش هن الدروسال فونكسيونلار؟ اللي هن بالعربي التوابع الخطية، اللي هن linear function بالإنجليزي. التوابع الخطية بس شفتها مباشرة شكلها ax زائد b. أي تابع خطي يعني المعادلة ax زائد b. لهون انتوا معي؟ كل شيء هون على اليسار رح أحلهم بهذا الشكل. fx هو ax زائد b. طيب هذا اف اكس، اعطيني معادلتين، اف الواحد واف الاثنين. اف الواحد عوضولي واحد هون، اي ضرب واحد اي زائد بي. وبالسؤال جرب لي اف الواحد يساوي، اف الواحد يساوي 3. اذا جينا على اللي بعدها، اف الاثنين 6، عوضولي هون 2، اف الاثنين، اذا عوضنا هون 2 هيش قد بتصير 2 اي زائد بي. وعوض لي اف الاثنين 6. هون في حدا ما استوعب ايش عملت؟ هلا انا لاحظوا طلع معي معادلتين، اول معادلة a زائد b 3، تاني معادلة 2a زائد b 6. انا مهمتي اعرف ال a وال b، بس عرفت ال a وال b طلع معي الفونكسيون اللي انا عم بدور عليه. طيب هدول المعادلتين لحتى احلهم اسهل طريقة هي الطرح، اذا طرحناهم من بعض a ناقص 2a ناقص a
بي ناقص بي صفر، 3 ناقص 6 ناقص 3، يعني الاي 3. طب إذا الاي 3، 3 زائد صفر 3، يعني البي صفر. طلعنا الاي والبي معناتها اف اكس صار 3 اي زائد صفر، يعني 3 اي، هذا اف اكس. طيب بده اف ال 3، اف ال 3، 3 ضرب 3 9. ناخذ اللي بعدها بتوضح اكثر. اف الواحد 6، اف الثلاثة 10، دائما هي البداية. طيب حسبوا لي اف الواحد. اف الواحد هو A زائد B. هو عم بقول لي اف الواحد 6. اف الثلاثة، عوضوا هون 3، 3 A زائد B 10. نفس الشيء هدول المعادلتين إذا طرحناهم من بعض بالطرح، A ناقص 3 A ناقص 2 A، B ناقص B صفر، 6 ناقص 10 ناقص 4، تطلع معنا من هون A 2. 2 شو قد بدها تصير 6؟ 4. إذا اف اكس ال A هي 2 اكس زائد B. هلا هو بده يقفل خمسة، عوضوا خمسة. 2 ضرب 5 10 و4 14. فهمناه ولا ما فهمناه؟ حدا عنده إشكالية؟ طيب جربوا حلوا التالت. هذا حل التاني. جربوا حلول التالت. حدا عم يكتب شيء؟ نحل معكم ولا ما نحل التالت؟ شو الوضع؟ ما عم بسمع صوت حدا. إيه، ما نحل أستاذ. طيب اف الصفر ناقص واحد، اف الصفر عوض الصفر، صفر ضرب A بيروح، ضل عندي بس B ناقص واحد، هذا اف الصفر. طيب اف الثلاثة عوضوا 3، اف الثلاثة 3 A زائد B. هو عم بقول لي اف الثلاثة ايش قد؟ لا احنا بهاد اف الصفر ناقص واحد، اف الاثنين 5 هون، بدنا اللي فوقها. اف الاثنين 2 A زائد B 5، عم بقول لي هو بالسؤال. والبي طلعت معنا ناقص واحد، حولوها على الجهة الثانية بتطلع 2 A 6 ل A 3. A 3 والبي ناقص واحد معناتها اف اكس 3 اكس ناقص واحد. هلا بده اف الثلاثة، اف الثلاثة 3 ضرب 3 9 ناقص واحد 8. اف الواحد ناقص 7. هون اعطيني اف الناقص واحد، عشان اخلص من اف الناقص واحد بحط للطرفين اف. هاي بتصير اف الثلاثة، هون بصير عندي ناقص 5. هاي اف الواحد ناقص 7، بدي اعوض بالمعادلة. هاي اف الواحد بده، اف الواحد هو A زائد B، اف الثلاثة هو 3 A زائد B. إذا طرحنا المعادلتين من بعض بالطرح، A ناقص 3 A ناقص 2 A، هي مع هي بتروح، هي بتصير زائد ناقص 7 زائد 5 ناقص 2، إذا ال A واحد. إذا ال A واحد معناتها ال B ناقص 8، معناتها اف اكس هو A ناقص 8، هو اكس عفوا ناقص 8، ال A طلعت واحد.
ايه اف الاثنين 2 ناقص 8 ناقص 6. الأخيرة اف الواحد 5. اف الواحد هو a زائد b. اف الثلاثة هو 3 a زائد b. بالطرح بيطلع معنا ناقص 2 a يساوي 5 ناقص a ناقص 6 زائد a 3. 3 و2 5 معناتها البي 5. عفوا 2. إذا اف اكس هو 3 اكس زائد 2. وبده اف اكس بالسؤال الخامس. في حدا ما فهمون؟ حدا عنده إشكالية؟ طيب حدا عم يكتب؟ أستاذ أنا عندي سؤال، الإف الإكس شلون طلعنا 3 إكس زائد 2؟ مو طلعت معك الاي 2 الاي 3 إيه. والبي مو 2؟ أمم. هذا اف اكس بكلياتهم هو اي اكس زائد بي. الاي 3 يعني جمعهم. والبي 2. تمام. تمام. حدا عم يكتب شيء؟ طيب. السؤال السادس رح أعطيكم إياه لحالكم تحلوه. ركزوا معي على السابع شوية شغل. كمان أنا عم بشتغل على لينير فونكسيون. انتبهوا معي السابع مختلف عن اللي قبله. أنا اف اكس باللينير فونكسيون هو اي اكس زائد بي. طيب هون عم بقول لي اف اكس زائد واحد. طب إذا هذا اف اكس، اف اكس زائد واحد ايش راح يساوي؟ مكان كل اكس ايش لازم أعوض؟ اكس زائد واحد. يعني اي اكس، في عندي زائد بي بالأساس. يعني اف اكس زائد واحد أحصل اي اكس و a زائد b. لهون في حدا عنده إشكالية؟ طيب بعدين عم لي اف اكس ناقص واحد. اف اكس ناقص واحد هو a بإكس ناقص واحد زائد b. ax ناقص a زائد b. لهون استوعبنا ولا لا؟ حدا عنده مشاكل لهون؟ جاوبنا. طيب عم بقول لي مجموع هيك. طب تعالوا نجمعهم هدول مع بعض. تعالوا نجمع ايش راح يصير عنا؟ اف اكس 2 AX زائد واحد زائد اف اكس ناقص واحد 2 يساوي اي اكس. AX اي اكس ممتاز. 2 اي اكس زائد 2 B. ممتاز. اي مع اي راح تروح زائد 2 بي. هلا هو عم بقول لي بالسؤال انه هذا المجموع بيعطيني 4 X زائد 2، هو نفسه 4 اكس زائد 2. معناته 2 A بتساوي معناتها الاثنين 4 اي 4 وال يعني B الاي 2. بتساوي 1. ممتاز. والاثنين بي 2 معناتها البي 1. معناتها اف اكس هو اي اكس يعني 2 اكس زائد 1. عندي F اف الواحد الواحد عوضون واحد. 2 ضرب واحد 2 زائد واحد 3. 3. نفس الطريقة ده حلها. اف اكس ناقص 2. اف اكس ناقص 2 هو a بإكس ناقص 2 زائد b زائد اف اكس زائد 2 هو a بإكس زائد 2 زائد b يساوي عبقولنا بالسؤال 6 اكس زائد 4. طيب تعالوا نحل هدول نرتبهم. أستاذ هلا ax لما أقول ax إنه FX زائد 1 و FX ناقص 2 نفس إنه يعني نفس الكلام، لأنه ال A هيك رح تروح. لا مو انه ال a هيك راح تروح. لأن ال fx هيك إنه شكله. أنا بجوز ال a ما أنا تروح. قصدي F الإكس زائد 1 مثلا اللي فوق 7 و8 الاتنين نفس الصيغة رح يكونوا، هي نفس لأنه الصيغة. لا رح ما لها يروحوا علاقة. ممكن هون يحط لك fx ناقص 2 وهون يحط fx بس. صح فاهمة، بس إنه حاليا بهيك أسئلة.
ال A لو ما راحت ال A بعود باخدها مع التاني، بتطلع معي معادلتين، ممكن يطلع معي معادلتين امم. مجهولين. يعني احسب مثلا من اولى، افرضي هون طلع معك هيك، ومرة تانية موجودة هون ال A، فمن هون امم. بتقولي ال A ايش تساوي، بتعوضيها باللي جنبها، بعدين بتطلع ال B. ايوه. يعني ال تمام. A ما ضروري دائما تروح. صح. طيب AX و AX 2 AX ناقص 2A وزائد 2A راح تروح، هي زائد 2B تساوي 6X زائد 4. هلا بالمقارنة، هاد 2A وهاد 6، يعني ال A 3، 2B 4، يعني ال B 2. إذا FX AX زائد B. بده اف الأربعة، 3 ضرب 4 12 و2 14. واضحات هدول التمرينين؟ طيب حدا عم يكتب؟ وصلنا على السؤال التاسع. هلا الأسئلة اللي ضلت كلها نفس النمط كمان، نفس الطريقة رح نحلها. بس هون في عندي قانون لهم هدول اللي ضلوا. خدناه أعتقد بقانون معادلة المستقيم. المستقيم. يجوز بالهندسة يكونوا أخذتون القانون. لما بكون عندي هيك مستقيم بدي أطالع معادلته، إكس على هذا العدد اللي هون زائد واي على هذا العدد اللي هون يساوي واحد. شوف أنا رح أكتب المعادلات بعدين رح أحل المطلوب. إكس على هذا العدد زائد واي على هذا العدد يساوي واحد. صنع هاي إكس على هذا العدد زائد واي على هذا العدد يساوي واحد. إكس على هذا العدد زائد واي على 2 يساوي واحد. هلا أنا بدي أحاول أطالع إيش بده، يعني هون أطالع اف اكس، يعني اف اكس واي، بس قال لي طالع لي اف اكس، يعني نفسها بقول لي واي إيش تساوي. أسهل طريقة لحتى أحل هاد أضرب هي كلها بأربعة أول شيء عشان أتخلص من المقاومات. هاي بتصير 2 اكس، 4 مع 4 بتروح، واي يساوي 4. أنا بدي الواي، كفي أنقل الإكس للطرف الثاني طلع معنا الواي. تمام الأول؟ حتى عنده إشكالية لهون؟ طيب لا. بدي أتخلص من المقاومات بشكل عام، رح أضرب المقام المشترك ب 12. دائما حتى أتخلص من المقام بضرب بالمشترك، 6 و4 المشترك 12. 12 12 12 مع ناقص 6 بضل عندي ناقص 2. 12 مع الأربعة ضل 3. منو هي على الطرف الثاني، 3 واي يساوي 12 زائد 2 اكس. أنا بدي واي لحالها، واي لحالها 12 زائد 2 اكس على 3. هلا اللي بعدها هي كمان بدي أضرب بالمقام المشترك، المقام المشترك هو 8، أو اضرب ناقص 8 لحتى تتخلصوا من الناقص لأن اثنيناتهم فيه ناقص. هي مع هي رح يضل عندي 2 اكس، هي مع هي رح يضل عندي واي، هون ناقص 8. حولوا هي على الجهة الثانية، واي يساوي ناقص 2 اكس ناقص 8. هذا الواي بده اف الاثنين، يعني بدي اعوض 2. ناقص 2 ضرب 2 ناقص 4 وناقص 8 ناقص 12. هون بده اف الأربعة، بإمكاني أعوض رأسا مكان الإكس 4، أو نقول متفرق. إذا عوضنا هون 4 هي رح تصير ناقص 1 زائد واي على 2 يساوي 1. هي بتجي لهون بصير واي على 2 يساوي 2 واي 4، اللي هو اف اللي هو اف الأربعة. فهمناهم ولا ما فهمناهم؟ حدا عنده مشاكل لهون؟ حدا عم يكتب؟ طيب ننتقل للمربعات هدول، واحد واثنين وثلاثة، ما رح نشتغل فيهم.
هدول أول 3 تمارين، رح نبدأ بالرابع. التمرين الرابع بده اف الثلاثة، يعني بس أعوض 3، ما في شيء أشتغله. أعوضه 3 هون، بصير عندي 2 ضرب 3 6، ناقص 3 على 3 ضرب 4 12، زائد 8 3 على 20. تعويض مباشر، ما فيه شيء السؤال. ده الرابع. السؤال الخامس، ركزوا معي على هذا مهم، ما حلينا هيك نمط بالدرس. الكسر دائما، وين المشكلة تبعت الكسر؟ المقام ما لازم يكون شو؟ صفر. دائما المقام ما لازم يكون صفر. يعني هون عم بقول لي R ما عدا ال A هي اللي بتخلي هاد صفر، هي اللي اللي بتخلي هي الستة. 2x ناقص 12 صفر. يعني 2x 12، يعني الإكس 6 هي اللي بتخلي المقام صفر. إذا ال A ما بصير يكون 6، المقام ما بصير يكون صفر. تمام. ال B بتخص الترس فونكسيون، يعني بس كان بدي أنا أطالع ال B لازم أطالع الترس. الترس بنبدل بين هدول بنغير إشاراتهم، تابع العكسي، يعني هي بتطلع لفوق بتصير 12 أمم إكس، 12 إكس هي بتنزل على بتصير 2 إكس ناقص 6. هلا البي هي اللي صح. بتخلي هاد صفر، 2 إكس ناقص 6 صفر، إكس 3 يعني. أمم إذا البي هي اللي 3. بده ضربون 6 ضرب بده 3 18. أمم هون ما عندي إكسات، يعني هذا صفر إكس زائد 2. تابع العكسي، هي 9 بتطلع لفوق، الصفر بنزل لتحت، بصير 9 إكس زائد 2 على الصفر بنزل لتحت، ضل بس 3 إكس. نقطع التابع العكسي. هون في شي مشاكل عندكم؟ طيب، هذا عم بيكتب شي؟ بنكمل. اف ناقص واحد، أنا ما بدي اف، بدي اف ناقص واحد. هيك نمط مباشرة بحط له الطرفين اف ناقص واحد. هون بصير عندي 5 إكس ناقص 4 2 يساوي اف ناقص واحد ل4 إكس ناقص 7 3. أنا بدي اف الناقص واحد لمين؟ اف الناقص واحد للثلاثة، بدي هذا كله 3، يعني بدي 4 إكس ناقص 7 3 هو الثلاثة. طرفين بالوسطين، 4 إكس ناقص 7 9، 4 إكس 16، إكس 4. معناتها لازم نعوض هون مكان الإكس 4 وهون 4. هون إذا عوضنا 4 بطلع معي في ناقص واحد ل3. هون إذا عوضنا 4، 5 ضرب 4 20، 20 ناقص 4 16 على 2 8. تمام. هون بدي أحاول أخلي هدول الإكسات يشبهوا هدول. شوفوا هون شو عندي عامل مشترك بين هالاثنين؟ الثلاثة صح؟ 3. طيب هذا ليصير 11. 9، إيش ممكن أضيف مكان هذا كلياته ليصير 11؟ إيه. 2 صح؟ أمم شوفوا هذا نفسه، هذا اكس تربيع 2 اكس، اكس تربيع 2 اكس. هذا صار اف 2 و9 اف أمم 11. 2 ضرب 3 3 ضرب 2 6 و1 7. فهمنا؟ تقريبا. نفسه تقريبا، إذا في شيء مو واضح برجع بعيده. بس ما فهمنا ده. طيب، أنا هدفي هون عندي إنه أطالع الإكس، مستحيل، صعب أطالع الإكس، ما بحسن أعزل هون الإكس. يعني أقول إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 9 يساوي 11، ما بنعزل إكس. فأنا بدي أحاول كل شيء إكسات هون
أخليهم يشبهوا الإكسات اللي هون عشان أحسن أمسحهم. فجيت قلت أنا عندي إكس تربيع 2 إكس 9، قلت هدول فيهم 3 عامل مشترك. لهون تمام. تمام. بعدين جيت قلت هذا المقدار كله هو نفسه هذا المقدار، في شيء غيره إكسات. يعني أنا هون إذا حطيت 5 مثلا، هون بحسن أحط 5، هون 7، هون 7، ليش؟ لأن هذا نفسه هذا. فأنا جيت قلت لحتى يصير هذا 11، هذا كله بدي أشيله أحط مكانه 2. طبعا بدي أضمن إنه راحوا الإكسات، راحوا. فهذا صار اف 11. هي صار 3 ضرب 2 6 و1 7. يعني إنه أنا خليت مثلا الإكس اثنين إذا ولا؟ قلت اف اكس تربيع زائد 3 فرضا يساوي اكس تربيع زائد 3 زائد 10، إيه أنا هاد هون نفسه هاد هون، هذا بإمكاني أحط مكانه أي شيء. ممكن أقول هون اف اكس يساوي اكس زائد 10 أمسحه. المهم كل شيء هون يكون نفسه هون. مم. فأنا هذا كلياته قلت نفسه هاد، فشلته حطيت مكانه 2. فهمنا؟ تمام، بس كيف طلعت 7؟ إحنا حطينا 2 بس. نعمل هيك ضربناها معادلة، بثلاثة. 3 ضرب 2. تمام، زائد 1. تمام. تمام. حدا بيكتب؟ هدول بس كان عندي هيك شيء رأسا بدي أتمم إلى مربع كامل وأكمل. مربع كامل لازم أضيف وأطرح مربع نص. هي 6 لتصير مربع كامل بدها 9، راح أضيف 8 وأطرح 8. هاد صار مربع كامل اف اكس يساوي اكس ناقص 3 تربيع ناقص 8. هي من هنا للجهة الثانية، اكس ناقص 3 تربيع يساوي اف اكس زائد 8. هلا نجذر الطرفين. تربيع بيروح بيعطينا قيمة مطلقة، هي لا تنسوها. اكس وين موجودة؟ من ناقص ما لا نهاية للثلاثة. من ناقص ما لا نهاية للثلاثة، هي القيمة المطلقة موجبة ولا سالبة؟ يعني إذا عوضنا هون مثلا ناقص 2، إذا عوضنا هون 2 هي من ناقص ما لا نهاية للثلاثة، إذا عوضنا هون 2 1، هي موجبة ولا سالبة؟ هي سالبة. موجبة. سالب. لا سالبة، أقل من 3. حط هون 2، 2 ناقص 3 ناقص 1، 1 ناقص 3 بس ناقص هي مو هي مطلقة، سالبة. لازم تطلع موجبة. معناتها لازم أضربها طيب بس بسالب. إنه من شو؟ معناتها بتصير سالب إكس زائد 3. بس أستاذ، كيف خليت أنت الزائد 8 الجذر 3؟ هاي 8، هذا خطأ مطبعي. مهم. هلا أنا بدي أعزل الإكس اللي هي التابع العكسي، رح أجيبها لهون وأسميها اف ناقص 1 إكس. هون عندي 3، هذا الجذر رح أنقله لجنبه وأسميه إكس. فهمنا؟ ممنوع. طيب، هذا عنده مشكلة هون. سؤال بعده، بداني أركب الجي جوات الإف. بده إف يلي جي، يعني حط الجي جوا الإف. هذا الجي بدي أحطه جوات إف، فبصير 2 تحت هون الجي. 2 ب3 6 إكس، 2 ضرب 7 14 و1 15. وبالمقام أستاذ، وتحت 3 إكس وهون كمان زائد لازم 7 أحط مكان. 3 إكس، ممتاز، زائد 7. يصير عندنا بالمقام 3 إكس زائد 6. البسط المقام فيه 3 عامل مشترك، بنطالع بنختصرها بيطلع معنا الحل هات. في عندي 3 بالبسط وبالمقام، بتطالعوها م. بتختصروها توصلوها الحل. تمام لهون؟ تمام.
حدا عم يكتب؟ طيب، تمرين 13. أنا بدي أطالع الجي. حتى أطالع الجي من مين لازم نتخلص؟ انتوا معي على 13 بده تركيز. حتى أطالع الجي من مين لازم أتخلص؟ من الأف. معناته أول شي بدي أطالع اف ناقص واحد، بعدين أحط جواته اف يلي جي، هذا ضل عندي بس جي. أنا بدي جي، حتى أطالع جي لازم أتخلص من اف. أو معناته أول شي لازم أطالع اف ناقص واحد وأحط هاد جواته. اف ناقص واحد بهدول هو تبديل السطر الثاني بالسطر الفوقاني طبعا مع الترتيب. يعني بحط أول شي الواحد تحت اتنين، عم بعكس، اتنين تحته أربعة، تلاتة تحته تلاتة، أربعة تحته واحد. حدا عنده مشكلة كيف طلعنا اف ناقص واحد؟ أنا يا أستاذ. اف ناقص واحد هو معكوسه، يعني الاكس رح يصير واي والواي اكس، فالواحد بصير مقابلة اتنين بتنعكس، الاثنين امم مقابلة أربعة، الثلاثة ثلاثة، الأربعة واحد. هذا اف ناقص واحد. تمام. بس ليه بدأت أنا من النص؟ ليه ما بدأت من الأول؟ دائما ببدأ من الواحد عشان أرتبه، عشان يضل فوق مرتب واحد اثنين ثلاثة. تمام تمام لهون. طيب، تمام. هلا بدي أشيل هاد أحطه بقلب هاد. انتبهوا معي كيف بتركبوا. السطر الأول على حاله، طلعوا معي كيف بدي أركب. الواحد إيش عم بتقابله؟ اثنين، بدور على مقابل الاثنين هون. هذا هو التركيب. مين مقابل الاثنين؟ أربعة. الاثنين عم بتقابل الواحد، بدور على مقابل الواحد.